بسم الله. التدريب. قبل ما تروح تدفع فلوس لحد عشان تتدرب فكر في حاجة: هل أنا أقدر أزود مستواي بنفسي؟ الإجابة على السؤال نعم. وإلا اللي بيدربوا بقى دلوقتي مستواهم زاد إزاي؟ كل واحد فيهم نزل من بطن أمه بأنفور بش على الدكتور اللي بيولدها ولا إيه؟ طيب بما إني أقدر أزود مستواي بنفسي أروح أدفع لحد غيري ليه؟ بص على بعض المشاكل أو الحاجات اللي هتواجهك في إنك تتدرب مع نفسك. واحد، لو أنا مش ظابط إعدادات وحاسية ممكن تاخد وقت طويل مني عم أظبطها، واللي مش ظابط إعدادات وحاسية زيه بالظبط زي المتكتف. دخل واحد سليم او واحد مفكوك وواحد متكتف، الاتنين في سباق، مين فيهم اللي هيسبق؟ اللي مش متكتف اكيد. المتكتف لو عرف يتحرك اصلا يبقى زي الفل. ده بالظبط حوار الاعدادات والحساسيه اللي انت قد تكون من ساعه ما لعبت اللعبه لحد دلوقتي مش عارف تلعب بسببه. تخيل ان حل المشكله دي يبقى مع واحد حلها بيلعب بنفس جهازك في ربع ساعه او تلت ساعه يكون ظابط لك الدنيا. يبقى دي نقطه تبين لك ان انت محتاج تتدرب. ده لو انت مش عارف تحل المشكله دي. طب انا ظابط يا عم اعدادات وحساسيه. ننقل لنقطه تانية: مين اللي هيلعبك؟ محتاج تزود مستواك اذا انت محتاج تلعب مع لعيبه. لكن لو انا عندي 30 بنت في الفريند واصحابي اسمهم في اللعبه نادر ووائل، هو من الاخر واحد داخل يشقط او واحد داخل يخطب، كدي 1.5 وجولد، ده اللعب معاه يزود مستواي؟ ده هيجيبني الارض. ده اول نقطه، مش عارف تلعب مع لعيبه. طب انا يا عم اصحابي لعيبه، هنفترض ان حد فيهم رضي يلعبك، لو فرق المستوى ما بينكم كبير هيستحقرك وهيبعد عن اللعب معاك عشان انت هتخلي مستواه يقل. ولو انت حتى مستواك زاد وبدات تخسره هيبدا يكرهك والصحبه اللي ما بينكم هتتدمر، لانه كان متعود ان هو التوب، هو اللي دايما بيكسب، مش متقبل فكره انه يبقى القليل. يبقى هنا انت خسرت صاحبك. طب ننقل لنقطه تانية الا وهي الاعور وسط العمي مفتح. بمعنى انا واحد ما بشوفش، اللي حواليا بيشوفوا بعين واحده، بالنسبه لي دول جامدين على انهم بيقدروا يشوفوا، اصلا انا ما بشوفش. فبالتالي انا شايف ان اصحابي اللي حواليا دول لعيبه، ممكن اروح العب مع ناس تانية احس ان انا واصحابي بالنسبه لهم شويه حشرات مش اكتر. مثال بسيط: لما تعرف ان اقوى لاعب في العالم حاليا في المواجهه الاول على سيرفر اوروبا من شهر 7 اللي فات لحد دلوقتي ما في حد قدر ياخدها منه لا ايباد ولا موبايل، بيخش البطولات يلعب ببيستول، ده هو اللي هيدرب. اللي بالمناسبه انا مش عارف اعد هو واخد كام بطوله عشان اقول لك هو واخد كام بطوله. اسمه سلايدر. اذا هنا المقارنه مش موجوده، انا محتاج اتدرب مع حد زي ده. انا هنا ضامن ان انا بلاعب لعيب، ده لو انا اديت ضده انا كده هفلق اي حد. ننقل لنقطه تانية هتاخد منك وقت كبير قوي عما تعرف تحترف، لان هتحتاج اولا تلعب في اليوم الواحد من 15 ل 30 روم، ده لو انت عايز تبقى حد تقيل. وشوف اي موجود، اي بلاير تدم موجود حاليا او اي حد لاعب عموما قوي هتلاقيه ما يعرفش حاجه عن التجمع الممتع، فاتح اللعبه 24 ساعه بيلعب، ولو خسر روم فاديله يومين بس هيكون فالق اللي كان خسره دوت نصين. طب انا ما عنديش وقت ان انا افضل فاتح اللعبه ديت بال 24 ساعه كده، اعمل انا ايه؟ طيب انا عايز هي ساعه يا عم اللي افتحها في اليوم مستواي يزيد فيها واستمتع. يبقى انت محتاج تتدرب. طب عايز تفهم حوار التدريب اكتر؟ انت راجل فليكن بتتدرب في البيت كارديو والدنيا دي، قصادك واحد صاحبك انتوا الاتنين بادئين بنفس الجسم ولا ليكوا لازمه اتنين رفيعين، انت هتشتغل على التمارين في البيت، هو هيروح جيم. انت محتاج سنتين 3 هتطلع فورمه ملهاش زي وعضلاتك هتبقى منحوته. اي نعم ما بتبقاش كبيره قوي بس جسمك يتبصله اوف، بس هتاخد سنين فيها. هو يروح الجيم 3 شهور هتحس ان انت حشره بالنسبه له، هو ده نفس الحكايه. التدريب بيملكك الادوات، اللي هو تعالى يا عم خد الدمبل وخد البار، ظبطنا لك اعدادات وحاسيه، بتلعب مع لعيبه. الطبيعي اصلا انت لما بتلعب مع حد العب منك مستواك بيزيد، فبالك ده مش بيلعبك بس، ده هو بيلعبك وبيشرح لك وبيعرفك غلطاتك. فبالتالي كل ما تقل غلطاتك كل ما بتقل الكلات اللي بتتجاب عليك، وكل ما بتشرح لك حاجه سواء اسلوب حركه او غيره بتبدا تكسب اكتر في الفايت، بتزيد نسبه كسبانك للفايت، فبالتالي مستواك بيتدبر كل شويه. ننقل لنقطه تانية اللي هتواجهك الا وهي الرومات. انت هتحتاج تصرف عشان تجيب رومات، والروم الادفانسد الشهريه في الكوريه دلوقتي داخله في 500 ولا 600 وشويه، ومحتاج تجيب صاحب ما يبقاش غلاوي، ما تخشش تقول له عم عايز اتدرب على المواجهه والهيف فاير تاخد عليه فرق كل تلاقيه رقد ورا السرد. هتعمل ده كله لوحدك ازاي؟ لسه بقى الاسباب كتير بس انا ما عنديش وقت اشرح. انت اقتنعت بالتدريب تمام. التدريب بقى بينقسم لكام نوع؟ بينقسم لثلاث انواع: عام، برايفت، فول برايفت. نبدا بالتدريب العام. اولا انا عامل التدريب العام للناس اللي بتحبني ونفسها تتدرب وضعيفه ماديا، عشان ما يحسش انه عاجز عن حاجه ونفسه يتدرب ومش قادر. بتخش مع المدرب بتاعك، بتبقوا مجموعه بتراوح عددكم عادي من 10 فيما فوق، ممكن توصل ل 80 او 100 على حسب المدرب بتاعك بيدرب كام واحد وعلى حسب المجموعه اللي انت مختارها او انهي وقت. مش كل يوم هتقدر تلعب ضد المدرب لانه هو اكيد مش هيلاعب ال 80 واحد في نفس اليوم، بس عادي بيتشرح لك، بيتظبط لك اعدادات وحاسيه، بتعرف المطلوب منك ايه، وبتشوف برضك بعض الغلطات اللي بيعملها زملائك وبتشرح الغلطات دي حلها ايه. وسعره زي ما انا قلت لك ضعيف نسبيا، انا عامله بسعر الرويال باس. طيب ننقل للتدريب البرايفت. واحد، معاك مدرب بيلعبك 3 رومات في اليوم، روم شرح، روم تيست، روم بيعرفك مستواك. ومن اول برايفت هنا انت متاح لك تخش حلبات على حسابي. العام مش متاح لك غير لو انت نخبه، اللي هو انت واحد على الالف الموجودين.
لان اقل حلبه محترمه ادخلك فيها سعر التسجيل فيها ب 120 جنيه، وانا بقول لك انت حرفيا دافع سعر الرويال باس، فاللي هو انت جاي عليها بخساره. ومن اسمه كده برايفت، ايوه انت بتتمرن لوحدك مع المدرب، غير لو انتوا جايين دوم مع بعض مشتركين بتعمل لكم خفض على التدريب وبيقول لكم الاساليب اللي تتمرنوا بيها مع بعض. وبما اني هدخلك حلبات في البرايفت، اذا لو ثبتت نفسك في الحلبات دي ان انت حد تقيل ومميز وسط لعيبه الكوميونتي الموجودين، فهنا ممكن يتاح لك فرصه شغل ان انت تشتغل كسكند ترينر في الاول، وده باذن الله وفضله براتب مش لاجل حب الوطن. سعر التدريب البرايفت متوسط نسبيا. طيب ننقل للفول برايفت بقى، وده اعلى حاجه. اولا معاك مدرب ومعاك سكند ترينر. السكند ترينر ده شغلته ايه؟ شغلته انه يهلفتك يحسسك ان انت حشره زي ما انت، وواحد بيخش الروم المدرب فليكن شرح لك بيكات، انت غير مؤهل انك تفكر تفايته بيك، فلو انت قدرت تصد معاه بيكات اعرف ان انت وسط اي حد بقى هتسد، لا انت هتخش فايت بيكات 90% انت هتكسب. من الاخر بتخش تدرب تطبق شرح المدرب معاه. ننقل لنقطه ثانيه، مفتوح لك روم ادفانسد شهريه، كل اللي بتعمله انا هخليك تتواصل وقت ما تعوز تعمل اي روم مع حد هيخش يعمل لك روم انت واللي معاك على مدار 24 ساعه حبيب قلبي. طب نقطه كمان، لو انت راجل عايز تبقى منشئ محتوى، بعد ما تخلص مده تدريبك بعمل لك فيديو اقول ان الراجل ده راجل تقيل يا جدعان اعملوا فول. من الاخر بعمل لك دعم. واي حد بيتمرن فول برايفت لما بيعوز يقدم على كلان تقيل بدخله كلان تقيل، وعارف انه يعني مفيش تستر اللي قدامك اصلا 90% هتلاقيه وسط السكند ترينرات اللي موجودين، وانت بما انك خلصت مده تدريب برايفت فانت قدرت تصد مع السكند ترينرز اللي موجودين خلاص، فيبقى سهل انك تتقبل باذن الله في اي كلان. وطبعا وسط الحلبات اللي بدخلها لك اللي انت عادي متاح لك تخش حلبه كل يومين، دخلت اثبتت ان انت راجل جامد في الحلبات، الف مبروك باذن الله انت بقى راجل ليك مرتب يا عم، وانا اللي متكفل بيك في اي حلبه او اي بطوله هتخشها. بعد كل دوت بقى حبيب قلبي بالله عليك بتفكر في ايه تاني؟ عايز دي في دي؟ اجيب لك دي في دي. في بقى بعض الميزات اللي مش هقولها عشان هي مش ميزات مشروطه، يعني عادي ممكن لو انت راجل لعيب تقيل وبتتمرن المدرب بتاعك داخل البطوله يشدك معاه مفيش مشكله. الوسط اللي حواليك هتلاقيه لعيبه، كل ما تقف مع مدرب فيهم هتلاقي ليه صحاب تقال في الكوميونتي، بعت تقابل واحد فيهم قبلك، طب حلو دخلت انت كمان في الكوميونتي على انك لاعب تقيل، بقى واحد مننا يقول لك تعالى معايا البطوله دي، طب تعالى معايا الحلبه دي، اسلوب حياتك اتغير كامل في اللعبه في شهر او يمكن اقل، وافتكر ان ده طبعا باذن الله. طب اللي محتاج يتدرب انا حاطط لك في الوصف لينك التيك توك، لينك الانستجرام، ولينك ستوري التليجرام، هتكلمني في اي مكان فيهم باذن الله هترد عليك. اللي عليك دلوقتي انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ربنا يوفقنا جميعا، استودعكم الله.